السلام عليكم. في اغلب فترات التوقف الدولي كيدوز بواحد الطريقه ممله، عيانه، ماتشات وديه، دوري الامم بمجموعاته الممله. اللهم بعض الفترات اللي سوا دوري الامم كيدوز مراحل متقدمه كتكون فيها الفراجه شويه، ولا مراحل حاسمه في تصفيات كاس العالم سواء في افريقيا ولا في اسيا ولا حتى في اوروبا كاع. ولكن في التوقف القضيه شي شويه مغايره، بحكم نيت انه كاينين شي منتخبات اللي غيحاولوا يحسموا التاهل ديالهم في هاد لاطخيف. معكم يحيى، وغادي نشوفوا حظوظ المنتخبات العربيه في التصفيات الافريقيه المؤهله كاس العالم 2026. مشينا. خلينا نبداو اولا بالمجموعه الاولى. في هذه المجموعه الاولى كنظن باللي حظوظ تاهل المنتخب المصري قويه بزاف، بحكم ان مصيرهم باقي بين يديهم. المنتخب المصري اللي كيسعى للتاهل المره الرابعه في تاريخه من بعد 1934 اللي مشاو للطاليان غير معروضين، غيرجعوا ثاني للطاليان في 1990 وغيخرجوا عاوتاني من دور المجموعات وغيماركيو بيت واحد، وفي 2018 عاوتاني المشاركه الثالثه ليه وكيكون فيها متديل الترتيب من بعد ما خسر مع السعوديه، الاوروغواي وحتى روسيا. وهذه المره المنتخب المصري على بعد 6 النقاط، يعني الا ربحوا اثيوبيا في استاد القاهره وبوركينا فاسو عندهم راه غيكونوا يحسموا التاهل في التوقف بلا حتى شي صدقه من شي منتخب. واش حسام حسن وصويلح العالمي غيكونوا قادين يحسموا التاهل في هاد لاطخيف؟ غنشوفوا. المجموعه الثانيه شويه شاعله فيها العافيه، بحيث ان المنتخب السوداني اللي في المرتبه الثالثه دابا برصيد 12 نقطه خلف السنغال بفارق الاهداف، والكونغو الديمقراطيه اللي متقدمه ترتيب فارق نقطه واحده. السودان خصها على الاقل تربح ماتشاتها بجوج اللي غيكونوا على برا سواء مع الطوغو ولا مع السنغال، وتسنى التوقف الدولي الجاي ونشوفوا الجوله الاخرى كيفاش غتحسم. ونتمنى شخصيا يديروا شي معجزه ويختموها بشي تاهل تاريخي لاول مره في تاريخ الكره السودانيه. غنقزوا المجموعه الثالثه ونمشيو ديريكت المجموعه الرابعه اللي فيها المنتخب الليبي. ليبيا بلاد مؤيد اللافي وعلي المصراطي والمايسترو طارق التايب، تا هما القضيه عندهم مزيره شويه في هاد لاطخيف. المنتخب اللي تا هما ما عندهم ما يتحسن في التوقف، حيت موقفهم شويه قاصح في هذه المجموعه هذه برصيد 8 النقاط. في المرتبه الثالثه خلف الكاميرون ب4 النقاط، والمتصدر الكاب فير ب5 النقاط. حتى هما بحالهم بحال السودان، ممكن طرا شي معجزه ويكون شي تاهل تاريخي للمنتخب الليبي، ويكون هذا الجيل هذا حتى هو بصم على تاريخ كروي اللي تغناو به الشعب الليبي مره. ليبيا حتى هما خصهم يربحوا ماتشاتهم بجوج، سواء كونتر انغولا في انغولا وحتى ماتشهم ضد سواتيني متديل الترتيب اللي غتستقبلها ليبيا في ليبيا. مهمه كتبان صعيبه ولكن مقدور عليها. حتى نشوفوا الجوله الاخرى باش غتصفي. المجموعه الخامسه المنتخب في المجموعه الخامسه المنتخب المغربي على بعد خطوه واحده لحسم التاهل وتحقيق رقم قياسي جديد اللي ديجا اصلا باقي في سميتو هذه الساعه كاكثر منتخب عربي مشاركه في كاس العالم، مناصفه مع السعوديه وتونس. وهاد الساعه كاينين 6 المشاركات كيف عارفين. 1970 واول مشاركه اللي استحسنها الجميع ديك الساعه بالرغم من الخروج من الدور الاول. 1986 جيل الزاكي والدوزيام تور التاريخيه كاول منتخب عربي وافريقي كيدوز لهذا الدور. 1994 ومشاركه مخيبه للامال بتركيبه اثارت الجدل ديك الساعه، الصحافه راه ما سكتوش ديك الوقت. 1998 اللي كنا فيها قاب قوسين وادنى من التاهل الدوزيام تور، بعد ما ربحنا اسكتلندا، خسرنا مع البرازيل، تعادلنا مع النرويج. 2018 ومن بعد غياب ديال 20 سنه راه ربحنا ايران وتعادلنا مع البرتغال وخسرنا مع الصبليون. وبطبيعه الحال اخر مشاركه كانت لينا راه هي في 2022 والكاتريام بلاص اللي كان بطبيعه الحال انجاز رائع في تاريخ الكره المغربيه، وصدق افضل انجاز عربي وافريقي في تاريخ نسخ كاس العالم اللي تداروا لحد الان. وفي هذا التوقف بحكم استبعاد اريتريا من المجموعه، المنتخب بقياده وليد الركراكي على بعد نقطه واحده من التاهل. نقطه خص يجيبها من هاد جوج ماتشات، سواء كونتر النيجر في مولاي عبد الله الجديد او لا كونتر زامبيا في زامبيا. والصراحه راه هاد الماتشات بجوج راه ما غيكونوش ساهلين على المنتخب، بحكم ان لا زامبيا ولا تنزانيا ولا حتى النيجر راه بثلاثه مضاربين على الدوزيام بلاص باش يلعبوا الملحق الافريقي، هما لاعبين على حظوظهم للتاهل بطبيعه الحال، وان شاء الله غندوزو. يا ليام دابا راه ولا التاهل لكاس العالم ماشي كيشرب الماء ولكن ولا سهل على كي كان. المهم شخصيا انا تنقولوا الحمد لله، راه بنادم اللي دوز التركيبه الرباعيه وديك العهده السوداء ديال علي الفاسي الفيري وروجي لومير والطاوسي، راه الواحد يحمد الله ويشكروا على هادشي اللي واقع للكره المغربيه دابا. وديما راه كندوي في نطاق الكره على كره فقط. غنمشيو ديريكت للمجموعه السابعه اللي فيها المنتخب الجزائري اللي تا هما طامحين في المشاركه الخامسه لهم من بعد 1982 وديك لا كومبين ديال خيخو
التاريخون اللي بقات وصمه عار على المنتخب الالماني في تاريخ مشاركتها في كاس العالم. 1986 والخروج من الدور الاول، مشاركه 2010 من بعد ما حيدوا الجيل الذهبي للمنتخب المصري في براج درمان، و2014 والتاهل التاريخي لهم للدوزيام تور بقياده طيب الذكر وحيد خليلوزيتش. الجزائر اللي متصدره دابا المجموعه ديالها ب 15 نقطه والعلامه الكامله مع بيتكوفيتش. ما عندك ما تقول معلم، مصيرهم بين يديهم، يكفيهم الرباح في هاد جوج ماتشات سواء مع بوتسوانا في الجزائر او لا غينيا عندهم، وهكا غيكونوا حسموا التاهل لكاس العالم في هذا التوقف هذا ان شاء الله. وفي المجموعه الثامنه عندنا المنتخب التونسي اللي حتى هو مقاتل باش يبقى في خانه اكثر العرب مشاركه في كاس العالم مناصفه مع المنتخب ومع السعوديه. وهنا كيف كتعرفوا كنهضر على المشاركه السابعه اليوم من بعد نسخ 1978 واول فوز عربي وافريقي لشي منتخب في تاريخ كاس العالم راه سميت تونس، مع جيل عتوقه وطارق دياب. 1998 مع جيل زبير وعادل سليمي. نسخه 2002 مع بدايه تكوين جيل علي بومنيجل وكريم حقي، ونهايه جيل زبير. 2006 اللي كانت المشاركه ديالهم على ظهرنا حرفيا، الا كنتوا عاقلين راه جاو معنا في الجروب في تصفيات كاس العالم 2006. وفي اخر ماتش لاعبين كونتر تونس في تونس خاصنا 3 نقاط وما خاصهم نقطه واحده. ايوا الزكي ما مشى تخاسم لينا مع النيبت في هذاك اخر ماتش، خربق في التشكيله، تخاسم مع شحال من لاعب، رومبلاصا لينا النيبت بعزيز بن عسكر. مع كامل الاحترام لهاد السميات هادو اللي ذكرت، النتيجه راكم كتعرفوها، سالا الماتش بجوج لجوج. و سيزو التاريخ طلال القرقوري والارتماء الانتحاريه ديال العنكبوت نادي المياغري. نتابعوا الاعاده، احداث لا رياضيه تتوقع الان داخل الملعب، كره عاليه، جوج ديال اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي الماو بالكره داخل الشباك. شكرا المياغري وشكرا طلال، راه وحله لينا هنا لدابا معلم. هادشي راه هاد الجيل هذا راه ديجا خسرنا معاه ميم با عام ديك الساعه نهايه ديال كاس افريقيا. شكرا للفهامي عاوتاني شكرا. 2018 وجيل يوسف المساكني والفرجاني ساسي. 2022 واول احتفال في التاريخ بالتوش من عند عيسى العيدوني. والغريب في الامر هو ان هاد النسخ كاملين والاقصاء من الدور الاول. ولا شاخه كتمشي تونس بقياده سامي الطرابلسي حتى هي محتاجه تربح صحه هاد جوج ماتشات في هاد التوقف، سواء ليبيريا في تونس وغينيا استوائيه عندهم، ومع ذلك هما خصهم يتسناو التعثر ديال المنافس سواء تعادل ولا خسران. يعني الصداقه محتاجين في التاهل هذا، وبالتوفيق للمنتخب التونسي. واش في نظرك صديقي هاد المنتخبات كاملين غادي يديروا اللي عليهم في هاد التوقف هذا، وعلى الاقل يربحوا ماتشاتهم؟ اللي تاهل راه تاهل، واللي تسنى التوقف الجاي راه هو كيتسناه، اولا غنشوفوا مفاجات؟ عندك شي توقع؟ ما تنساش الكومونتيرات صديقي. حتى لهنا غنكونوا سالينا هاد الحلقه هادي. شكرا بزاف على وقتك وتهلا ليا في راسك.